بمجرد ما بتحسب حسبتك وتطلع الماسك الجديد كل المسائل بتبقى شبه بعضها. يعني مثلا لو حسبنا وطلعنا ماسك سلاش 26 ده لو مسكناه وهو باينري بيطلع بالمنظر ده. الماسك اللي شكله كده المفروض لما بنيجي نحوله للديسيمال بتاعه كل 8 وحايد بيبقوا عبارة عن 255. فالماسك ده عبارة عن 255 دوت 255 دوت 255 دوت وبعدين الوحدين دول لما بنيجي نحولهم هيطلعوا 192. وده يطلع لنا ستيب اللي هي 64 على الأوكتت الرابع. عرفت منين إنه على الأوكتت الرابع وعرفت منين إنه 64؟ لأن أولا الستيب حسبتها بتيجي من 256 ناقص آخر رقم مش صفر في الماسك يعني ناقص 192. أو لو جينا مسكناها من عند الأصفار والوحايد فاحنا عارفين إن أول واحد ده عند 128 التاني ده عند 64 فعشان كده الستيب بتاعتي هي 64 وأنا حاسباها من الأوكتت الرابع فهي طالعة 64 والزيادة بتاعتي على الأوكتت الرابع. يبقى دلوقتي المفروض احنا معانا ماسك سلاش 26 والمفروض ان احنا بنحسب بيه ستيب بتساوي 64 على الأوكتت الرابع. فأيا كانت الشبكة اللي احنا بنحسب لها سواء كانت كلاس A أو B أو C فالأوكتت الأخير بتاعها هو اللي بيتغير. فأنت معاك المفروض أول 3 أوكتت يطلعوا زي ما يطلعوا، الأخير معاك بادئ من الزيرو وبزود كل مرة 64 على الأوكتت الرابع بتاعي. فيبقى أيا كانت الشبكة المفروض دي النهاية بتاعت كل شبكة بتاعتي أو كل سبنت من الموجودين عندي، والمفروض إن الماسك بتاعي سلاش 26 أيا كانت بقى. طيب مثال مثلا لو خدنا 3 شبكات من 3 كلاس مختلفين. لو فرضنا مثلا إني بتكلم في شبكة كلاس A ولتكن مثلا 10.0.0.0 وشبكة كلاس B ولتكن مثلا 172.16.0.0 وشبكة كلاس C فمثلا 192.168.1.0 وكلهم اشتغلنا عليهم بالماسك اللي اتكلمنا عليه. فالمفروض ان الاولانية دي هتبقى مثلا 10.0.0.0 وبعدين بزود كل مرة 64 على الاوكتت الرابع. طب بالنسبة للي وراها نفس القصة بالظبط 16.00 وبزود كل مرة 64 على الأوكتت الرابع. طب واللي وراها نفس الكلام برضو هي 168.1.0 بزود كل مرة 64 على الأوكتت الرابع. طيب ايه الفرق بقى بينهم وبين بعضهم لما كلهم انا بستخدم لهم ماسك سلاش 26 كلهم الشغل عندي في الاوكتت الرابع كلهم بزود 64 على الاوكتت الرابع؟ ايه الفروقات بينهم وبين بعضهم؟ الفرق هيكون في النمبر اوف سبنتس عدد السبنتس اللي انا بطلعها من كل واحدة فيهم. يعني مثلا في الاولانية دي المفروض ان الماسك الاصلي بتاعها هو سلاش 8 فسلاش 8 من سلاش 26 المفروض ان انت كده عندك عدد كبير قوي من البيتس فرق. عدد البيتس الفرق ده اللي بنسميه ال n. المفروض ان عدد السبنتس اللي انا بطلعها هو بيساوي 2 أس n. فزي ما انتوا شايفين n في العدد هنا او n في المثال هنا غير n مع كلاس B غير n مع كلاس C. n بتقل معانا. يعني مثلا هنا برضو لو جينا بصينا هنلاقي ان انا الاصلي عندي هو سلاش 16 والجديد بتاعي هو سلاش 26 يبقى المفروض ان n بتاعتي هنا ب10. يعني عدد السبنتس بتاعتي هو 1024 سبنت موجودين من الكلاس B. أما في كلاس C فالمفروض إن أنا الأصلي بتاعي سلاش 24 والجديد بتاعي سلاش 26 يعني n بتاعتي هنا ب2 بس. ومعنى كده إن عدد السبنتس اللي أنا المفروض بطلعها في الحالة دي هيكون 2 أس 2 يعني بس 4 سبنت. فعدد السبنتس هو اللي بيفرق لما بيكون أنا شغال كلاس A أو B أو C. إنما بالنسبة للحسبة نفسها مجرد ما أنا عرفت عدد السبنتس اللي أنا عايزاه وبناء عليه طلعت الماسك الجديد وبناء عليه طلعت الستيب بتاعتي ففي النهاية المفروض إن أنا بيكون عندي نفس الحسابات نفس الزيادات نفس الشكل النهائي بس الفرق معايا هيكون في عدد السبنتس اللي المفروض بطلعه في الديزاين واللي أنا فعلا بكون محتاجه في الشبكة بتاعتي. يا رب يكون الفيديو كان مفيد بالنسبة لكم. لو عايزين تفاصيل أكتر عن السبنتنج اكتبوا لي في الكومنتس ممكن نحل مع بعض مسائل وهتلاقوني برضو شارحة فيديوهات كتير جدا عن الموضوع قبل كده. يا ريت تعملوا لايك وشير كتير عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. شكرا ليكم.